في لحظة من حياتك بتقف مع نفسك وتسأل سؤال صعب: مين أكتر حد وجعني في حياتي؟ هتفتكر ناس كتير، حد خذلك وحد كذب عليك وحد استغلك، لكن لما تفكر بصدق شوية يمكن تكتشف ان الإجابة مختلفة. يمكن تكتشف ان اكتر حد اذاك كان انت. احنا اتعلمنا طول عمرنا ان الطيبة حاجة جميلة، وان التسامح قوة، وان لازم ندي الناس فرص، لكن محدش قالنا ان الطيبة لو زادت عن حدها بتتحول لوجع. محدش قالنا ان في ناس بتشوف طيبتك فرصة انها تستغلك. فاكر اول مرة حسيت ان حد كسر قلبك؟ يمكن صديق وثقت فيه، او حد حبيته بصدق، او حتى حد من اهلك. الوجع وقتها بيكون كبير، لكن الحقيقة ان الكسر الحقيقي ما بيجيش من المرة الاولى. الكسر الحقيقي بيجي لما نفس الغلط يتكرر واحنا نسمح له تاني يتكرر. ليه احيانا بنتمسك بناس بتوجعنا؟ يمكن خوف من الوحدة، يمكن لاننا متعودين عليهم، يمكن لاننا مصدقين انهم ممكن يتغيروا. لكن الحقيقة الصعبة ان في ناس عمرها ما هتتغير. المشكلة مش ان حد اذاك، المشكلة انك في لحظة معينة حسيت بالاذى، لكن قلت لنفسك يمكن انا فاهم غلط. حسيت انك بتتجرح لكن سكت، حسيت انك مش مرتاح لكن كملت. وفي يوم بتكتشف انك سامحت اكتر مما يجب، وضيعت وقتك مع ناس ما كانوش يستاهلوا. بتكتشف انك كنت بتحاول ترضي الكل الا نفسك. خليني اسألكم سؤال بصراحة: هل في مرة حسيتم انكم كنتم شايفين الحقيقة لكن تجاهلتوها؟ هل حسيتم انكم كنتم عارفين ان الشخص ده هيأذيكم لكن فضلتم موجودين؟ جاوبوني في التعليقات. اصعب شعور ممكن يحسه الانسان انه يكتشف انه متأخر انه ضيع سنين، متأخر انه سمح لناس تقلل منه، متأخر انه ما دافعش عن نفسه. لكن يمكن اهم لحظة في حياة اي انسان هي اللحظة اللي هيفهم فيها الحقيقة ان احترامك لنفسك اهم من اي علاقة، وان وجودك مع ناس غلط اسوأ من الوحدة. يمكن تكونوا اتأذيتوا، ممكن تكونوا غلطتوا في حق نفسكم، لكن ده مش معناه ان القصة انتهت. كل يوم جديد هو فرصة انكم تبدأوا من جديد. يمكن اكتر حد اذانا في يوم كان احنا، لكن كان نفس الشخص ده هو الوحيد اللي يقدر يحمي نفسه بعد كده. ويمكن بداية التغيير تبدأ من اللحظة دي. لو حابين تحكوا حكايتكم اكتبوها في التعليقات، ويمكن حكايتكم تكون الحكاية اللي هتتحكي في الفيديو اللي جاي. ما تنسوش تشتركوا في القناة. مع السلامة.